الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله الذي جعل شهر شعبان موسما للخيرات، وتجلى فيه على العباد وأعطاهم كثيرا من الحسنات، وغفر لهم الذنوب، وأنزل عليهم الرحمة والبركات. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم. أحمده وأشكره على ما تفضل علينا من جزيل الإعلام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، الذي أنعم على الصالحين من عباده بالخير والإحسان والعفو والغفران، وحرم الحقد والحسد والعداوة والبغضاء والكفر والفسوق والعصيان. لا إله إلا هو تبارك الله رب العالمين على مواهب الإحسان والإنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل الكرام. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الناس، تداركوا ما فات، فهذا شهر شعبان المكرم الذي انشق فيه القمر معجزة للرسول الكرام، شهر قد عزم فضله، وهو المبشر بمجيء رمضان المعظم. فسارعوا فيه يا عباد الله إلى الطاعات، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. واجتنبوا الغيبة، واجتنبوا النميمة، واجتنبوا الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، وواصلوا الأذكار بالليل والنهار، وأكثروا من قراءة القرآن، وأكثروا من الصدقات على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وقوموا لله قانتين. يا عباد الله، أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. واغتنموا عباد الله الأمل الصالح بالإخلاص تنالوا النعم وحسن المآل، وأصلحوا الأعمال مع حسن الضراءة إلى الله عز وجل وكمال الابتهال. وراقبوا مولاكم فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيها الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وإن كنتم يا عباد الله تنتظرون مواسم النفحات، فهذا شهر شعبان المعظم الذي صرفه الله بالانتساب إلى الحبيب الأعظم، وقد وافاكم بالخيرات والإنعام، فاشكروا الله على ما أنعم عليكم، وقوموا في مقام الإحسان، إن الله عنده أجر عظيم. فاضرؤوا إلى الله يا عباد الله بكثرة الصلاة والسلام على خير البلية، على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي. توبوا إلى الله جميعا يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وقد أنزل الله للأمر بها
أي بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشهر هذه الآية تعظيما وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم وتعليما يا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا عباد الله، في مثل هذا الشهر انشق القمر نصفين مؤجزة لسيد البشر، ونزل قوله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤرضوا ويقولوا سحر مستمر. فمن الناس من صدق وشكر ومنهم من جهد وكفر. فلا تكونوا من هؤلاء يا عباد الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأمر من الله إلى الصخرة ببيت المقدس، وكان يود أن يستقبل الكعبة لأنها أعظم عند الله وأقدس، وواصل الصلاة تجاه بيت المقدس وصار يقلب وجهه إلى السماء ينتظر أن ينشق فجر تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. فحول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الشهر القبلة إلى الكعبة المشرفة ذات القدر الجسيم، وأنزل الله عليه آية تشرف بها إذا تلاها ويفتخر بها على الأعداء والكفار وتباهى به. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فاستبشر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك انشقت مرائع الأعداء، فأخبر الله رسوله مبينا أما سيقوله السفهاء قائلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو شهر كريم بمعنى شهر شعبان تتأشب فيه الخيرات. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان يصومه إلا قليلا، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصيام من شهر شعبان، وكان يصومه كله إلا قليلا. فاقتدوا يا عباد الله بنبيكم في الصيام، فاقتدوا بنبيكم في الصدقات وخيرها لتنالوا من الله أجرا جزيلا. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله فعلينا أن نقتدي بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة، اسمعوا معي أيها الأحبة هذا الحديث الشريف، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم العربي القرشي الحاسمي. فيا عباد الله، سارئوا في هذا الشهر إلى الطاعات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا عباد الله، وقوموا ليلة النصف فإنها ليلة مباركة فيها يفرأ كل أمر حكيم، ويتجلى الله فيها على العباد بمواهب الانفضال والإنعام
والله ذو فضل عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. فيا عباد الله، وقد ورد أنه يحرم من هذه الفضائل فضائل شهر شعبان ما ذكرناه آنفا، ولكن هناك بعض الأشخاص يحرمون من جميع هذه الفضائل. أجارني الله وإياكم أن نكون من هؤلاء. ومنهم أيها الأحبة الذين سيحرم من هذه الفضائل كل مبتدئ. المبتدئ الذي يؤسس في الدين ما ليس منه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا المبتدئ يحرم جميع فضائل شهر شعبان. وكذلك أيضا المشرك بالله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثالث من الذين يحرم الخائن. قال عليه الصلاة والسلام: من خشنا فليس منا. وكذلك أيضا وآق لوالديه. قال عليه الصلاة والسلام: الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هؤلاء الأربعة، ومنهم مدمن خمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم والآق لوالديه. أجارني الله وإياكم من هذه الصفات. وكذلك أيضا وقاطئ الرحم، هذا أيضا يحرم جميع فضائل شهر رمضان. وساهر وسارق وزان. قال عليه الصلاة والسلام: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وكذلك أيضا وحاسد. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أجارني الله وإياكم من الحسد والحقد. وكذلك أيضا أيها الأحبة ومشاحن الذي لا يتكلم مع أخيه. الشاهن الله سبحانه وتعالى يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل يوم الاثنين والخميس إلا المتحاجران. فيقول مولانا عز وجل: انظروا هذين حتى يصطلحا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لقيت أخاك فعليك أن تسلمه. لماذا؟ لقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم 5. وفي رواية: حق المسلم على المسلم 6. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطش فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأده، وإذا مرض فأده، وإذا مات فاتبع جنازته، أو كما قال عليه السلام. وكذلك أيضا وشاهد الزور. وشاهد الزور. كان يوم من الأيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم، ألا أدلكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله
وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور وكماذا وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أجارني الله وإياكم من هذه الخصال الذميمة. وكذلك أيضا مدمن خمر الذي يشرب الخمر فإنه أم الخبائث، من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلأ الإنسان القميص من رأسه. ونمام قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. وكذلك أيضا ومراب بمعنى أكل الربا، وكذلك أيضا الديوس ومنافق. والنفاق 3 صفات أو 4 صفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر. إذا اتصفت من هذه الصفات ال4 فأنت منافق حقا والعياذ بالله. أيها الأحبة، ومداهن وكل متصف بغير ذلك من الكبائر والخصال الذميمة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا عباد الله، فيا شقاوة من لم يتب من هؤلاء حتى أدركه المنال. فيا شقاوة من اتصف بهذه الخصال الذميمة ولم يتب منها حتى أدركه المنون. ويا ندامته إذا آين الأهوال والشدائد يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويا حسرته إذا قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فيا عباد الله، فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام إلى النار والعياذ بالله. فحينئذ يشتد غضب الجبار على من انتهك الحرمات والإقدام على الأوزار. ولئن سألتهم ولئن مسته نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فيا أيها الآكفون على المعاصي، فيا أيها الآكفون على المعاصي توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار واعملوا صالحا وأديموا الخوف من الله ولا تصروا على الإناد فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فطوبى لمن تاب وأناب وندم على ما مدى من الذنوب والإسيان. فطوبى لمن تاب وأناب وندم على ما مدى من الذنوب والإسيان. قال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والله سبحانه وتعالى لم ينادي المنافقين أن يتوبوا، ولم ينادي الكافرين ولا الفاسقين ولا الظالمين، إنما ناداكم أيها المؤمنون. وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلينا أن نتوب إلى الله. ويقول حبيبكم ونبيكم وقدوتكم وإمامكم وشفيعكم يوم القيامة والله إني لأتوب وأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وفي رواية والله إني وأتوب وأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. إذا كان هذا هو حال خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن أيها الأحبة. وأخيرا ولا أريد أن أطيل عليكم، فيا عباد الله أكثروا من الصيام في هذا الشهر المبارك،
فإنه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما فيه من شعبان. رواه الإمام البخاري. وعنه أيضا قال: الصلاة برهان والصوم جنة، والصوم جنة من النار، وجنة من الشدائد، وجنة من العذاب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء. فيا عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك ألا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك خير خزايا لا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.